الولاد قال ايه عايزين سندوتشات من عند عز المنوفي. يا جماعة يهديكوا يهديكوا، ما ينفعش. لا. طب بكام السندوتش؟ ب18 جنيه. نعم. لا ده كتير، كل واحد عايز سندوتشين، لا كتير عليا. من هنا لهنا اتفقنا ان كل واحد يجيب سندوتشين واديتهم الفلوس. بعد ما كلوا السندوتشين يبصولي، احنا لسه جعانين. نعم. دي اخرة اللي يسمع كلامكم. سندوتش رفيع جدا كمان، مش تخين زي ده. حلو يعني حرش وحلو وحامي. بس علشان تشبع عايز 20 سندوتش، مش سندوتش واحد. اعمل ايه؟ احضري ايتها الروح الشريرة، احضري ايتها الشيف. اعمل ايه؟ اتصرف ازاي؟ هعمل لكم بقى انا سندوتشات اللحمة في البيت بتاعة عز المنوفي، او الشاورما اللي هي اللحمة. كان عندي نص كيلو بس، ما يكملش نص كيلو كمان لحمة مفرومة. لحمة صغيرة. نسبة الدهون فيها كانت كتير، مش قليلة. لازم أنا أعمل سندوتشات، لسه جعانين. يعني بالميت كل واحد عايز له سندوتشين كمان. يا خسارة الفلوس اللي دفعتها في السندوتشات دي، آخرة اللي يسمع كلام العيال. وعملت جنبها طماطم مخللة بالدقة وسلطة الويسكي بتاعت السلطة وبتاعت المحلات. جبت شوية اللحمة اللي كانوا عندي، حدفتهم في الطاسة، كان عليهم دهونهم. حطيت عليهم البصل بعد ما نزلوا الدهون بتاعتهم، وحطيت عليهم بهارات الشاورما اللحمة وبهارات اللحمة والملح والفلفل الأسمر، ونزلت عليهم بالفلفل الألوان، وطماطماية متقطعة كده كويس. والله بقى لو البصل حطيتيله كمان سنة سماق. وعملت لهم السندوتشات وحطت لهم سلطة الطحينة عليها والمخلل موجود، وعملت الطماطم المخللة وبألف هنا. وقعدت أقول يا ريتني ما دفعت فلوس، يا ريتني ما دفعت فلوس. ويلا بألف هنا للولاد وللي كل. واعملوا اكل سريع وبسرعة في البيت، اوفر كتير من بره. وما تسمعوش كلام ولادكو تاني ابدا. السندوتش هنا تخين ومربرب ومليان ويملى العين. كانوا بقى 2 3 4 بألف هنا. هو اي نعم ما كلوشي بعد ما انا عملت الاكل واتدبست فيه، وانا اللي كلت السندوتشين دول. بس يلا برضو اعملوا سندوتشات في البيت، اعملوا اكل في البيت، ما تسمعوش كلام الولاد تاني خالص. وما تنسوش تعملوا لايك وشير.